هناك موضوع آخر. الكونغوليون صعدوا في قضية المدرب المغربي وليد الركراكي بعدما رفعت عنه العقوبة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وليد الركراكي الذي كان معاقبا بأربع مباريات طبعا ومباراتان مع وقف التنفيذ. إذن رفعت عنه العقوبة، والكونغوليون يبدو أنهم فهموا اللعبة جيدا زين عامر فيما يتعلق بكواليس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. نعم، هذه الاشياء يعني واش يحدث في الكواليس احنا قلناها في هذا البلاطو. قلنا يعني اذا تتذكر قلنا اذا كملنا هكذا الكاف لازم عليها تخير بلد وتعطيها كاس افريقيا، ولذلك نظن يعني اللهجه كان تصاعد للهجه من طرف كثير من البلدان اللي فهموا ان هناك يعني اشياء تطبخ في الكواليس، وكثير من البلدان يعني ولاو نقدر نقول لك قراو حذرهم، خاصه ما حدث مع الجزائر يعني تاع لافار وهذه الاشياء. قلت لك يعني بعد ذلك نظن المنتخب يعني تاع لا ريبوبليك ديمقراطيك دو كونغو لما تشوف يعني الالفاظ التي تلفظ بها المدرب المغربي وليد الركراكي نقول هذه يعني اشياء احنا يعني نتاسفوا لها حقيقه، ليس يعني ضد وليد ولكن والله نتاسف لان يعني لما تشاهد الكاف تعاقب عادل عمروش عقب ب8 مباريات بكل سهوله وبدون اي تفكير. ما كاين بالمقابل نعم سمعولوش زين ولكن واش راني نفهموا هنا كاين مكيالين. ولذلك راني نقول لك بعيدا وغض النظر على ما احنا قلناها وقلنا باللي عادل عمروش يعني لاكاف ظلماته وتكلمنا على عديد من الاشياء، ولكن انا نولي لك من الجانب الانساني. خليني من الجانب الرياضي. الجانب الإنساني لما تلقى مدرب يعني يتلفظ بألفاظ عنصرية ضد لاعب، ولاعب هذا يعني ليس أي لاعب، لاعب محترف اللي يلعب في بطولة فرنسية في أولمبيك مارسيليا، يعني نادي كبير ومحترف. ولذلك نظن يعني ان لا ريبوبليك ديمقراطيك دو كونغو نظن يعني عملت مليح لما رفعت هذه القضيه الى الطس، لان كفانا هذه التصرفات نسميها الصبيانيه من طرف هذه يعني لي كوميسيون في الكاف، لان الكاف اليوم والله للاسف يعني راحت لها المصداقيه، فقدت المصداقيه نقدر نقول لك بطريقه يعني سمعة الكاف الآن في الحضيض خاصة في السنوات الأخيرة، خاصة في الأشهر الأخيرة. يعني السمعة تاع الكاف اليوم يعني الكاف نظن ضيعت فرصة، لأن بعد أن جاء هذا الرئيس الحالي موتسيبي والله كان عندنا أمل كبير. قلنا رجل أعمال غني اللي عنده يعني كل إمكانياته، بالك ما يعني يخدم في الكواليس ولا يحوس على اشياء اخرى، ولكن نظن اليوم الكاف قعدت في التقاليد تاعها، قعدت في لي ميم براتيك ولات اكثر. ولذلك نتمنى بعد هذا كاس افريقيا نتمنى يعني لازم كثير من الفيدراليات يتحدوا. لما لا احنا نكونوا بالك يعني اللي نقودوا يعني هناك عده شكاوى خلال منافسه كاس افريقيا للامم. هذا الكاس الجزائر، تونس السنغال، الكونغو، كثير من الفيدراليات هذا لا يهدد سمعه الاتحاد الافريقي لكره القدم. كثير من الفيدراليات اشتكت يعني لان اليوم نظن ان خلاص يعني كفانا اليوم هذه كره قدم والله لما تنهزم وانت على بالك بلي يعني ما تنحقرتش ولا هذه رياضه يعني خلاص كاين فائز وكاين منهزم، ولكن لما يدخلوا امور اخرى والناس هادو يعني عندهم دائما كما نقولوا احنا دي زاريير بونسي، ما كاش عفسه يعني تندار بطريقه. وانا قلت لك بعد المباراه يعني هذه اللي راح تنتهي في على ما اظن في بعض الدقائق نتمنى نتكلموا على اشياء اخرى، لان صدرت ايضا بعض حتى يعني التعليقات ولا كما نقولوا يعني دي ديكلاراسيون صريحات من طرف المدرب المغربي اللي والله تأسف وقالها قال لا يهمنا العرب، لا يهمنا تمثيل لما يتكلم العرب على يهمنا المغرب المصريين ويقول لك يعني انا يعني ما قال لك يعني انا ما نتكلمش عليهم هما ولا الكونغو نفس الشيء، كما لا تهمهم العرب سياسيا. قال لك وانا يعطيك صح. هنا شوف
سبحان الله. شوف العداله الاله ينصف. شوف سبحان الله على لسان هذا المدرب، يعني عرفنا ان اللي حكم هذه الفيدراليه هذا الرئيس والمخزن اللي تابع ليه تقريبا عندهم تفكير واحد. هنا حب يعني يردي الصهيونيين، حب يعني يرديهم. واليوم نظن العرب سيفرحوا لان خلاص هذا المنتخب يعني بين انه عنده عداوه مباشره. انا والله كما نقول لك بكل يعني افيك توت موديستي، تقريبا كاين فترات وين دائما نقول الشعب المغربي نخلوه يعني دو كوتي، هو منهزم بهدفين الان. ولا قلت لك كاين عداله الهيه. قلت لك انا المنتخب البارح واش قلت لك؟ قلت لك انا نشوف باللي لافريك دو سود هي التي تفوز على هذا دوك المنتخب. انا نظن كاين عداله الهيه. لما سمعت التصريحات والله اصطدمت لان لما تقول، ولكن من جانب اخر لم اصطدم لان حقيقه هما ما همش يشوفوا روحهم عرب، خلاص هما انقطعوا مع العرب، هما طبعوا راهم مع الصهاينه. هادو المخزن، نتكلم على المخزن هذا ورئيسه فوزي لقجع ومدربه خلاص، او يقول لك احنا ما عندناش علاقه مع العرب. الور نتمنى حسام ما تقوليش نتاسفوا لاخواتنا العرب هكذا، ما نتاسفش انا، خلي كما قال لك واحد يا خويا هما يروحوا في واد وحنا رانا من جهتنا، ما الله يسهل عليهم، الله يسهل. تفضل مؤمن يلا. لا نظن ان العقوبه هذه هي اولا عدم الاستماع لأرجراجي هو بحد ذاته كيد بمكيالين، لان لم يستمعوا لعادل عمروش الذي قال حقيقه. لماذا قال عادل عمروش؟ قال يا ناس حبيت نلعب على 3 داروني على 8. واليوم ريكوزيت لاربيت اسمح لي لا اليوم برك في كلمه. شفت كي يلعب يعني الحقير مع موتسيبي، شفت باللي شكون يغلب دائما القوي، لان موتسيبي بلده ما يخليش على بلاده لو ما لعبوش. لا راهو في افريقيا الزين سي لا بلو فور انا ما دابيا لا المغرب هذه لا كاف سي لا لوا دو لا جير. نكمل فكره جيده للفاروق. واش حبيت نقول لك، حنا باللي لازم حنا نخموا باللي من الفوق لازم نكونوا قويين كاع كيف، باسكو ولا اليوم كانت المغرب بعد لافريك دي سود بعد كانت مصر واحد الوقت دوك وحنا وين رانا نتمناو نعاودوا نولوا هذه ما كان. انا دوك انا اعطيني حقي، انا دوك هادو هي مليحه نكونوا قويين. انت قلت يجب ان نكون اقوياء، مليحه نكونوا اقوياء، ولكن لا نحتقر الضعفاء. شوف هذه نقطة جيدة، هذه نقطة جيدة. دائما ما كنا يعني ناس حياديين وكنا بارك الله فيك. on a toujours été respectueux des autres nations، ولكن اليوم يطلع الاخر ما وينحي كاع الحقوق تاع الناس. تفضل فاروق يلا. شنو نقول لك، احنا لازم دوك ولا احنا نهضروا غير دوكا قدامنا، احنا بعد منا تبدا منا علاش غنولوا كيما كنا. واش تخاف؟ هذا ياكل هذا يكسر هذا، واحد يعيط لاكاف، واحد يعيط هذا هو المشكل. دوك فو با نكذبوا على روحنا، ماشي من اليوم دوك رئيس هذا راح يخليوه ناخذ بالك، هذا هو المشكل. انا شفت واحد التصريح تاع روراوا على واسمو جول كيف، قال لهم انتو حاوستوه بالضغط. تما دوك لازم دوكا ناخذوا الدروس. الفريق هذا لكم ما نوقفوش حنا معه كاع الجزائريين. انا شفنا المغرب كيفاش وكاع وهادو، حنا دوكا لازم خلاص لازم دوكا كاع نديروا يد وحده، كاع يد وحده باش الفريق هذا يروح. فريق وطني نقولوا، ما قلناش ان كلوب، فريق وطني. كلوب كل ريجيون عنده كلوب ديالو يتضارب عليه وتوتا. مي ايكيب ناسيونال لو كان ماشي من الحدود ونوقفوا يد وحده، واحد ما يعرقل. وانا نطلب الدوله تاعنا، الدوله العميقه وكذا، من الفوق اللي يغلط يخلص، اللي يخلط في الفريق الوطني اللي يسمعوا به شويه او يخلط الفريق الوطني يخلصه. هذا ما كانش دوكا، ماشي غير خط احمر، ما كانش اللي يزيد لنا خلاص بزاف. اشاك فوا الناس رانا نشوفوا خارج الجزائر كونتر علينا. دوك هنا في الجزائر الناس باسكو كاين ناس هنا في الجزائر واعداء الجزائر، هذوك لازم نحاربوهم في الفوتبول في كلش، هذوك لازم يتحاربوا. هذا ما كانوا وحنا واللي يحبوا فريمون بلادنا، يحبوا بلادهم ويحبوا، لازم يديروا اليد في اليد باش يبانوا. هذوما نقدروا نقولوا خونه، هذوما يبانوا اللي راهم خونه، هذوما اللي راهم شاك فوا راهم كونتر البلاد كومبلي والفريق الوطني، هذوما لازم نحاسبوهم. وهو كذلك فاروق بالقايد. سنمر الى فاصل ثم نعود. فاصل ولا نعود.
او ثلاثيه عفوا. ثنائيه ام ثلاثيه مؤمن؟ خلاص مباراة ثنائيه دون رد في هذه الاثناء، ونتابعه على المباشر. المنتخب المغربي منهزم وبهذه النتيجه مقصى من منافسه كاس افريقيا للامم امام منتخب جنوب افريقيا. مؤمن تحدث دائما عن قضيه الكونغوليين الذين صعدوا بخصوص قضية رفع العقوبة عن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. كنت تريد أن تضيف شيئا في هذا؟ كنت بدأت الكلام على السيد عادل عمروش الجزائري الذي ظلم بأن اليوم لما نشوف أنه تساهلوا وتسامحوا مع وليد الركراكي الذي أكن له كل احترام كتقني وكلاعب سابق في كرة القدم، إلا أنني أرى أن من الظلم أن تعطي 8 مباريات لعادل عمروش اللي دافع. ربما تقولي وي مي لاكوزي لوتر الى توشي لا مان دو كابيتان. ماشي من حقك تمس يد كابيتان ديكيب تاع شونسيل مبامبا في نهايه المباراه. قالك ما تهدرش معاه. علاش تهدر معاه؟ علاش تشد له يدو؟ قالك حريه شخصيه هذه، وتنحي له كاع العقوبه، تنحي له 4 مباريات كامله. المنتخب المغربي أقصي في هذه لا أقصي امام المنتخب الجيد، منتخب جنوب افريقيا المميز والمتميز الذي لا يخفى عليكم يا اخوان انه هو من اخرج في 2019 المنتخب المصري في عقر داره في الثمن نهائي او ربع النهائي. ما تنساوش منتخب جيد، ولكن سكي بونس اليوم اقصى رابع العالم. باش تعرف باللي في الافريق ماشي سهل تديكم بدافريك كي تكون انت من الافريق دي نور